احلى حاجه لما الزمالك بيحصل فيه مشكله ولا المدرب يرحل، بتلاقي طبعا ايه الاعلام كله مركز. طب دلوقتي كولر رحل، حلو، كولر رحل واقاله، واللي عرفناه ان الشرط الجزائي سنه كامله، يعني حوالي 3 مليون دولار وهيدفعهم النادي الاهلي. هل الاعلام المصري ممكن يستضيف كولر ويقول له ايه اللي حصل وضرب الازاز اللي ضربتها وانت كنت تتوقع العلقه اللي اخرت خدمه الغز علقه، ما اعرفش اللي يعرف لي الغز يقولها لي، انا سمعت المثل ده. بعد 11 بطوله وانجازات وارقام وعملت ارقام جامده جدا، اللي حصل معاك ده تسميه ايه؟ اللي حصل معاك من جمهور اللي قلبه الصوره دي ايه؟ فهل في اعلام ممكن يطلع يقول الكلام ده؟ هل في اعلام ممكن يستضيفه؟ هل في اعلام ممكن وسؤال يا جماعه، ليه ما بقاش دايما في مصر مدربين الزمالك اللي يكونوا مطلوبين؟ يعني مدربين الزمالك ينجح مع الزمالك على طول يشططوه. الاهلي ما فيش حد بيطلب، مع ان ده اللي ناجح وده اللي بيعمل بطولات. فانا عايز بس سؤال ليكم، امتى هنشوف هل ابراهيم فايق او اي اعلامي ممكن يستضيف كولر ويتكلموا بشفافيه عن المشاهد الاخيره ما بين كولر والنادي الاهلي؟